بسم الله الرحمن الرحيم، وصبحكم الله بالخير. اليوم شركنا بذور شجرة الخضر. ممكن نجد بذورانا على صارع هذه البذور. اعذرونا عاد دخلنا عليه، لكن بشركم حصلناها بذور الظبر، يسمونها المصع، شجرة برية ضخمة في الجنوب. طبعا عند إرسال البذور يا اخوان الأكياس دي ممتازة، الورقية حقت الدجاج البخاري وهي أكياس. طبعا هذا شكل بذور الظبر. طبعا الأحمر ذا مقشر ولا هذا هو، شفتوا هذا، يعني هذا شفتوا تقشره تصير يعني من داخل أحمر. طبعا الظبر شجرة برية في جنوب السعودية ضخمة جدا، وبذورها تؤكل أو ثمار هذه يقال أنها تؤكل، وإن شاء الله بنبذرها الآن. إحنا شهر الآن بنبذرها إن شاء الله. طبعا شهر الآن 7، باقي عن 7 مدري 7 أيام. طبعا البذور البرية يا أخوان سواء الطالح، السلم، السمر، السدر البري، السدر العادي، هذا وقت بذره. يحب الحرارة، يعني يحب الأجواء الحارة عشان ينبت، خاصة الأشجار، ويكون الري خفيف. البذور البرية ما تحتاج ري كثير. طبعا بنبذرها بتربة عادية. الله يوفقنا وياكم إن شاء الله، نوريكم النتائج والإنبات إن شاء الله يكون. بالنسبة للظبر، طبعا الظبر تبذر وهي رطبة يا أخوان، إذا نشفت بعد شهر ما تنفع، يعني على طول تبذرها أول ما تجيك تبذرها، والإنبات يكون سريع، يمكن 10 أيام أسبوع إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه شتلات الظبر، شجرة في جنوب السعودية، شجرة ضخمة. طبعا ثمارها تؤكل. طبعا نحولها الآن إلى مركن أكبر، مركن 16 ما شاء الله، الحمد لله. كميات قليلة لكن مبروكة إن شاء الله.